حال الدوري بقى يصعب على أي حد في الدنيا. كرة في العالم كله متعة، تشويق، وحب للأجيال، لكل الأجيال، الجيل الصغير والجيل الكبير والستات والرجالة والعواجيز. التطور والدنيا بتجري بطريقة في كل حتة في الدنيا، في كل حتة في العالم، إلا عندنا احنا هنا. احنا لسه شغالين بالمسلسلات والمسرحيات الأبيض وأسود، وبنعتبرها إن ده تاريخنا وده التراث بتاعنا اللي أجدادنا سايبينه لنا. كله شاف اللي حصل في الكرة المصرية، في انسحاب الأهلي. عايز تقول انسحاب الأهلي قول، عايز تقول اعتراض الأهلي قول، زي اللي يعجبك قول. أنا من هنا النهاردة مش طالع أدافع عن النادي الأهلي، ولا طالع أدافع عن حد. أنا صعبان عليا حال الكرة المصرية. حال الكرة المصرية بقى لا يرضى عدو ولا حبيب. مجموعة من أصحاب المصالح يطلعوا يعملوا مؤتمر صحفي ويقول لك في نادي الزمالك تم إبعاده عن المنافسة على الدوري. متعمدين متعمدين أضاعوا على نادي الزمالك نقط كتير وبنات كتير. كان المفروض دلوقتي الزمالك كان بينافس. التحكيم المصري أفسد هذه البطولة. ده الزمالك. النادي الأهلي قرعة الدوري تتعمل الفجر وما اعترضش، ما قولش حاجة، عديها، مفيش مشكلة. آه، اقول مش هلعب الماتش الا بحكم اجنبي قبلها ب 48 ساعة. ليه؟ ليه؟ الزمالك اول ما يعرف كده يقول لك خلاص انا ما عنديش مشكلة، التحكيم المصري حبيبي واخويا وكفاءة وصاحبي، هلعب بتحكيم مصري. ما دام الاهلي مش هيلعب بتحكيم الا غير بتحكيم اجنبي، خلاص التحكيم المصري بقى حبيبي وبينصفني على طول وبيديني ضربات جزاء وبيحتويني وكل حاجة. حبيبي اعترض عليه ليه؟ انا هلعب بتحكيم مصري وهروح في ميعادي، مفيش مشكلة. المهم ان هو الموضوع ان هو اي حاجه تعكنن على النادي الاهلي او على جمهور النادي الاهلي انا راشق فيها، انا جاي فيها. بس انا احب اقول لك ان دي مش عكننه. لان انت النادي الاهلي لما بيعمل حاجه بيبقى مش بيعملها، مش قرار بيبقى انفعالي من واحد وخلاص اطلع على الهوا اقول انا هعمل كذا ولا اعمل كذا. ما عندناش الكلام ده. بيبقى في مجلس اداره وفي مستشارين ومحامين قاعدين بيشوفوا الوضع القانوني ايه الاول للقرار قبل ما ياخدوه. النائب احمد دياب بعت خطاب لاتحاد الكورة، قال له فيه إن هم على استعداد لتحمل تكلفة حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك ومباراة الأهلي وبيراميدز ومباراة الزمالك وبيراميدز. أخطر اتحاد الكورة إن هو إن هو هيتحمل تكاليف الحكام الأجانب. الخطاب ده راح فين في الاتحاد؟ محدش يعرف. حد رد عليه في اتحاد الكورة؟ لأ. طيب اسأل نفسك كده بقى، أنت ما ردتش على الجواب ده ليه؟ إيه الحكمة في إنك ما ردتش على الجواب ده؟ يبقى فيه نية. يبقى في نية، ونية سيئة، اللي هي إهداء الدوري لصاحب الاستثمارات اللي بقاله 8 سنين بيصرف في مليارات الدولارات ومفيش نتيجة غير هو واحد كاس. مفيش نتيجة غير هو واحد كاس. صعبان عليهم. صاحب الاستثمارات اللي كل ما حد يهرش له جنب ودنه يقول لك انا هسحب استثماراتي من مصر، هسحب استثماراتي من مصر. لازم نطبطب عليه، ولازم ابن عمه يحميله اللي هو خدوا ليه حليف دلوقتي عشان يخسروا 3 نقط فبيراميدز ياخد الدوري، يهديه ويقول له الف مبروك يا صاحبي. وفي نفس الوقت بص كده، اتراقب كده من بعيد، راقب كده من بعيد موقف بيراميدز. حد يعرف موقف بيراميدز ايه؟ موقف بيراميدز بيفكرك بفيلم زكي شان بتاع احمد حلمي، لما وقع البادي جاردز في بعض وقعد هو بعيد مستخبي. لما الخناقه خلصت راح ماسك واحد ورميه، قال لك بص انا ضربتهم كلهم. بيراميدز دلوقتي قاعد واخد خن في جنب وقاعد مستني اما الخناقه تخلص وتشوف هترسى على ايه. في مصلحتي، في مصلحتي، مش في مصلحتي، هطلع انا كمان هيص واعترض. وبكره تشوف، بكره تشوفوا ان بيراميدز هيضل راكن في الخن لغايه اما يشوف الوضع في مصلحه ايه، في مصلحه مين، فين الخسائر فين، وهبعد عنها وهاخد اعلى استفاده من الوضع. هسيب الزمالك والاهلي هم يتخانقوا وياكلوا في بعضهم هم
وبعض الأندية من الدوري اللي برضه بتعترض على التحكيم المصري وبتساند الأهلي وبتقول إحنا في ضهرك يا أهلي، هيقعد هو في جنب يشوف تسيب الدنيا كلها تخبط في بعضها، وبعد كده يرجع ياخد أعلى استفادة من الوضع. وبكرة نشوف مع بعض ونرجع تاني نبقى نتكلم في نفس الحوار إن شاء الله. معلش أنا آسف طولت عليكم، متنسوناش في الاشتراك واللايك والكومنت.